السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. زي ما انتوا شايفين كده معايا النهاردة تاني يوم في الشاليه. زي ما انتوا شايفين الولاد صحيوا بدري ونزلوا حمامات السباحة وطلعوا بقى، ناديت عليهم عشان ايه؟ يفطروا. وجهزنا الفطار العادي يا جماعة، احنا مش جايين البحر عشان كله اكل اكل يعني. المهم اللي كان موجود انا جهزته وحطيته، وعملنا شاي بقى بعد الفطار كده. وكانوا بقى الولاد مالهمش نفس الاكل قوي، فقالوا لي اعملي لنا شاي وهناكل كيكه من اللي انتي عاملاها. فالكيكه دي عشان من تحت فيها مكان اللي كنت عامله فيها التفاح يعني كده، فقالوا لي سخنيها ماما عشان ناكلها تبقى ايه سخنه من تحت يعني. فالمهم قلبتها كده في الفرن وسخنتها، اديت حطيتها تحت الشوايه فسخنت شويه يعني عشان الكراميل اللي فيها ده يبقى سخن كده وطعمه حلو. وهنا شربوا حاجة ساقعة كمان مع الكيكة، وقالوا هنطلع ايه نقعد بقى في البلكونة شوية، او بعد ما يخلصوا ينزلوا البحر تاني زي ما هم ايه عايزين. وادي كده يعتبر ايه ده المكان بتاعنا. بصوا هنا انا طلعت لقيتهم بقى واقفين بيتفرجوا كده على الولاد. انا حبيت اوريكم المنظر من الجزء ده هنا كده عامل ازاي. بصوا اي شبابيك في البحر ايه في الشاليه بتبص على البحر وعلى حمام السباحه. اي شباك بيبص زي ما انتم شايفين المنظر ده كده، بيبص بالشكل ده كده. خصوصا الشاليه الاولاني اللي احنا ساكنين فيه يعني. صراحة المنظر تحفة يا جماعة، والجو رهيب رهيب. الشاليه ما شاء الله كبير وواسع وشرح كده. الناس اللي سألوني في كومنتات الفيديو اللي فات، بصوا هو مش بالفرد يا جماعة الشاليه بالشاليه يعني، مش بدخله مش الفرد بكام، لا هو الشاليه على بعضه كامل ب750 جنيه. ده سعر الشاليه كامل الكبير اللي احنا فيه، اللي هو 3 غرف اللي بياخد 6 افراد ممكن 7 افراد. الشاليه الصغير اللي هو الادوار اللي تحت الارضي والتاني ب500 جنيه. والاسعار دي للافراد المدنيين اللي هو احنا العاديين. بتوع الجيش هم بيبقى ليهم اسعار خاصة بيهم، اسعار مخصوصة ليهم هم يعني. هنا بقى كانوا الولاد اكلوا ونزلوا، طبعا بيبقوا مشغلين اغاني بقى على حمام السباحة، والجو بقى بيبقى رهيب مش قادرة اقول لكم يعني، بيبقى حاجة فظيعة. بصوا بالنسبة للناس اللي بتسألني هو بيدخلوا ناس من بره، انا اعتقد لا، ان انت تيجي تقضي اليوم بس كده على الشط. لان انا ما شفتش صراحة طول ما احنا موجودين ما شفتش ولا عيلة جت يعني. كل الناس اللي كانوا نزلاء في الفندق نفسه هم اللي كانوا موجودين على حمام السباحة او موجودين على الشط. لكن حد من بره يجي يعني ياخد يوم كده بس على البحر، لا ما كانش، مش ما شفتش يعني ناس، فما اعرفش المعلومة دي اكيد ولا لا. وبالنسبة لأرقام التليفونات، أنا أسفة أنا ما عنديش رقم تليفون. تقدروا تدخلوا على جوجل وتسألوا على أرقام تليفونات، تكتبوا اسم الفندق وتسألوا على رقم تليفون هتلاقوه. هنا بقى بدأت أعمل قهوة لينا بقى، وكان عندي ترمس كده قلت أطلع لهم شوية لأن احنا ايه نسيناه تقريبا. فعملت هنا فنجان صغير لهاني، وانا صبيت الباقي في الكوبايه اشربه يعني، لان الفناجين دي صغيره. المهم قعدنا نفكر هنتغدى ايه في اليوم دوت. احنا كنا يعني ايه، انا كنت جايبه معايا رز وكنا محتارين مش عارفين هنجيب يعني فراخ مشويه تاني ولا هنجيب سمك. فالمهم ان هم ايه رسيوا على السمك. فقلت خلاص هعمل شويه رز ابيض، انا كنت جايبه معايا رز من البيت، قلت هعمله قبل ما اخرج اروح اجيب السمك عشان ابقى نيجي يكون جاهز وخلصان يعني على طول. بصوا كده عملت الرز خلاص، وادي اهو بعد ما اتشرب هوطي عليه واسيبه بقى ايه خالص يستوي براحته يعني. وادي اكله يعتبر والمكان قريب. وعلى فكره المواصلات موجوده قدام الشاليهات يعني، تقدروا تطلعوا تلاقوا المواصلات موجوده، تركبوا وتنزلوا فايد نفسها، تشتروا بقى اسماك تشتروا خضار تشتروا اي حاجه وترجعوا تاني. المهم احنا هنا بعد ما خلصت السمك طلعنا قلنا نروح نجيب بعد ما خلصت السمك ايه بعد ما خلصت الرز. فكانت حنان عماله تعيط عايزه عوامه، احنا ما كناش جايبين معانا عوامه ليها. فقعدت تزن عايزه عوامه. فهاني قال لمحمود تعالى معانا نشتري لها العوامه ونرجعها، لكن باقي ساعتين بالظبط ويقفل حمام السباحه. فقال هنشتري عوامه ونرجعها لها ويبقى نرجع تاني نجيب السمك. المكان قريب يعني ما خدناش 10 دقايق تقريبا بالعربيه. فزي ما انتوا شايفين دي بقى الشاليهات كده. بصوا ده اللي احنا اللي هو ايه
اسمه نادي ضباط القوات المسلحة. ده اللي كنا عايزين نحجز فيه، بس لقيناه فل كله مليان، في نزلاء كامل يعني. فالمهم ايه، انا قلت اصوره لكم واحنا راجعين بقى، انا خدنا لكم الاسعار بتاعته، هبقى اوريها لكم برضو. وصلنا هنا عند الناس اللي بتبيع العوامات اهيت، جبنا لها، هي كانت طالبه واحده اللي هي بتاعت اميره التلج دي، معرفش اسمها إلسا ولا ايه، المهم انا معرفش. فدي هو محمود عارفها. بصوا كده، رجعنا تاني بقى على الشاليه عشان نديها اسمه ايه، العوامة بتاعتها، عشان تلحق تلعب الساعتين اللي باقيين يعني في الحمام السباحة براحتها. رجعنا محمود، وهنرجع بقى ان احنا ايه، ناخد سمك كده. خلاص نزلنا بقى فايد نفسها كده هنا. المحلات بقى شايفين، سوبر ماركت، كل حاجة انتوا عايزينها في البلد يا جماعة موجودة، مفيش حاجة هتحتاروا وهتسألوا نجيبها منين. طب مش كل حاجة ما شاء الله، هي بلد عادية جدا فيها كل الحاجات اللي بتبقى موجودة في أي بلد يعني. الأفران بقى ومكتبات ومراكز اللي هي اتصالات بتاعة التليفون وكل حاجة، وسوبر ماركت كبير فالمهم انا ايه، قلت اخد لكم جولة كده في السوق بتاعها زي ما انتوا شايفين كده. وهنا بقى كنا جبنا السمك وجبنا عيش طازة زي ما انتوا شايفين، وجينا عند نادي ضباط فايد عشان نسأل لكم على الاسعار. نزل هاني هنا كده عشان يشوف الاسعار بتاعه الشاليه ايه يعني، عشان لو حبينا نحجز بعد كده، او ان برضو اجيب لكم فكرة عن الاسعار والحاجات اللي موجودة زي ما انتوا شايفين كده. بص انا جبت لكم ده رقم التليفون، انتوا تقدروا تاخدوا له سكرين شوت يعني، وتتصلوا بقى تسالوا. هو عموما الشاليه ب 700 جنيه اللي هو زوجي يعني، حجرتين اوضتين. بصوا بقى، ده الشاليه اللي احنا رحنا فيه السنه اللي فاتت، اللي هو بتاع 6 اكتوبر، بعد اللي هو احنا فيه اللي هو جوهرة فايد دوت، بعديه بشويه 6 اكتوبر. ده اللي احنا كنا فيه السنه اللي فاتت. بس هو ما فيهوش حمام سباحه وما فيهوش 3 غرف، كل المكان فيه غرفتين وصالة ومطبخ وحمام. فاحنا كنا عايزين مكان اوسع السنة دي، لان السنة اللي فاتت كان مكان ضيق علينا. فروحنا سألنا لكم عن الاسعار. الليلة في الشاليه يعني ب 475 جنيه، ب 475 جنيه. السنة دي قالوا له شامل الكراسي اللي على البحر. يعني لما سألنا على الأسعار قالوا لهم 475 جنيه شامل الكراسي والشمسية اللي على البحر. رجعنا هو نادي وفندق جوهرة فايد لظباط الصف التاني. بصوا جيت بقى قلت اعمل شويه سلطه على السريع، ما كانش فيه خضار ونسيت اجيب معايا. فانا كان عندي طماطم وفلفل وليمونه، ظبطت شويه سلطه على السريع يعني، اي حاجه المهم ايه تمشي يعني. انا عندي الولاد ما بيحبوش السمك البلطي قوي او اللي هو الشبار، فجبنا كله سمك بوري زي ما انتوا شايفين كده. وجبنا اللي يكفي الوقت ده، لان احنا خلاص تاني يوم راجعين، فالاكل مش عايزينه يفضل عشان مش قاعدين تاني يوم، محدش هياكل بالليل. فجبنا اللي يكفينا بس يعني، ما زودناش ما جبناش كتير. دايما كده هات الاكل اللي هو يبقى على قد. هنا خلاص بقى كانت حوالي الساعة 8 كده، او عدت 7:30 تقريبا، كان خلاص قفلوا حمام السباحة، بيقفل الساعة 7. وشايفين بقى، قلت اطلع اوريكم المنظر كده من بره. بصوا الوقت ده بقى تقعدوا في البلكونة، انا بتهيألي كده روحكم ترجع لكم تاني، شوية هوا بقى حلوين، والقعدة كده ترد الروح. واحلى رحلة بالنسبة لي واحلى وقت اقعد فيه في البلكونة هو الوقت ده. كنا اكلنا بقى وخلصنا وروقنا زي ما انتوا شايفين. قلت هنا اعمل لهم بقى ايه، هاني قال لي طب تيجي ننزل نقعد شوية على البحر يعني. فقلت خلاص، انا بعمل حسابي دايما للولاد اعمل لهم كوفي اي حاجه من الحاجات دي. فالمهم قلت اما ايه، اخد شويه لبن على قد الترمس اللي انا جايباه معايا، واحط لهم، اعمل لهم فيه كوفي. انا بوريكم اللي انا عملته بالكوفي دوت. سكرت طبعا وحطيت الكوفي فيه وقلبته، واحطه بقى جوه الترمس عشان ايه، ناخده وننزل بيه على البحر يعني. اهو فضيته جوه، معلش انا بصور بايد وماسكه بالايد التانية. وخدت معايا بقى كوبايات وحاجات من دي. بصوا هنا بقى ركزوا معايا، عشان ده الشاليه التاني اللي هو اوضتين. دي الصاله بتاعته 4 كراسي زي ما انتوا شايفين كده. ده الشاليه الغرفتين يا جماعه. ادي الصاله بتاعته، هوريكم فيها ترابيزه سفره كمان 4 كراسي تقدروا تقعدوا تاكلوا عليها. بصوا هنا كده، وبيفتح لي بيفتح البلكونه عشان
اهي بص شايفين دي بلكونه صغيره كده بتلفك من الجنب على بلكونه كبيره. شايفين على حمام السباحه على طول. دي في نفس الشاليه اللي احنا قاعدين فيه او نفس العماره اللي احنا فيها. شايفين هو باب في الجنب بيطلعك عليها كلها. رجعنا كده بصوا شايفين الصالة 4 كراسي، طبعا التلفزيون التكييف، يعني صراحة المكان نظيف جدا جدا جدا. ادي ترابيزة السفرة 6 كراسي كمان مش 4. بصوا دي أوضة الأطفال يعتبر أو الأوضة اللي موجودة فيها يعني ما شاء الله. السراير كبيرة برضو مش صغيرة، والدولاب موجود اهوت. بوريكم حجم الدولاب حلو كمان. وبصوا دي بقى البلكونه اللي هي الشباك الكبير اللي هو موجود في التراس اللي هو اللي بره او البلكونه اللي هي بره، برضو على طول على حمام السباحه. انا معرفتش اصور قوي يعني عشان خاطر كنا بالليل كمان بس دي فاتح على البلكونه الكبيره. واحنا والله استأذناه عشان اصور عشان خاطر بس اوريكم الناس اللي حابه تشوف اللي هي غرفتين وصاله تشوفهم. هنا كمان طلعت السفرة 6 كراسي. ده القسم التاني كده. بصوا زي ما انتوا شايفين. ندخل الاول كده على اوضه النوم الرئيسيه، فيها حمام داخلي تاني. ده حمام جوه غرفه النوم. وده هنا بصوا نفس نظام الاوضه اللي فوق، سرير كبير بالتكييف موجود والدولاب ما شاء الله كل حاجه موجوده فيها زي الاوضه اللي موجوده فوق بالظبط. زي ما انتوا شايفين برضو انا بوريكم المنظر بتاعها. شوفوا برضو على حمام السباحة، بيبص على حمام السباحة. ده كده هتطلعوا بقى برا. بصوا في الوش على طول ده حمام تاني موجود فيه الغسالة وسخان طبعا، والوحدة بتاعت اللي هي اللي تستحمى فيها من جوه ديت. وعندنا هنا ادي المطبخ. شايفين كل حاجة فيه نظيفة ومرتبة جدا. التلاجة نظيفة جدا جدا جدا. شايفين التلاجة عاملة ازاي. ادي الكاتل وادي برضو 6 كوبايات شاي، 6 كوبايات عصير، 6 كوبايات قهوة. اللبانة فوق عندكم. ادي الطباق نفس اللي موجود هناك بالظبط 6. هنا كمان عندك الطقم الحلل الجرانيت زي ما انتوا شايفين. ومعايا الشوك والمعالق والسكاكين نفس النظام. البوتاجاز ما شاء الله برضو تمام. انا نسيت اقول لكم ان انتوا بتدفعوا 200 جنيه كمان تأمين قبل ما تدخلوا، بتاخدوهم انتوا ماشيين عشان لا قدر الله لو حصلت اي حاجه. الحاجات دي يا جماعه اي حاجه بتتكسر بتدفعوا عليها فلوس عشان ده نظام جيش، دي حاجه ما تزعلش يعني. فاي حد بيكسر حاجه بيدفع عليها، فهم بياخدوا 200 جنيه منكم زي تأمين كده، وانتوا ماشيين بترجعوا تاخدوا تاني. خرجنا بقى هنا كده، طلعنا بقى بالليل قلنا نقعد شوية على البحر كده. فعبال ما دخلنا وشفنا الشقة ومش عارفة ايه كانت الدنيا ليلت بقى خالص. شايفين بقى منظر حمام السباحة عامل ازاي. الجو هادي جدا 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 وما كانش في ناس كتير الصراحة واحنا هناك يعني كان لسه آه العملية مش زحمة قوي يعني. هنا الولاد بقى ولادي اتعرفوا على ولاد تانيين وبيلعبوا كورة بقى معاهم. شايفين بقى الهدوء ومنظر الشاليه ومنظر البحر بقى واحنا ماشيين كده حاجة. قلنا بقى نروح نتمشى على اللسان اللي هناك ده ونشوفه بقى كده ايه نظامه بالظبط. هما تقريبا بيعملوا بقى بعد كده ما يجي ناس وكده يعني بيعملوا فعاليات في المكان ده، يعني بيبقى فيه آه، ممكن تكون قعدات بقى زي كوفي زي حاجة من الحاجات دي. بس بعدين لما يدخل الصيف شوية ويبقى فيه حركة وكده اكيد هتلاقوا في هنا ايه ناس كتير يعني. بس احنا رحنا في وقت ما كانش في ناس كتير، بس هما كانوا لسه بيظبطوا في المنطقة دي ويحطوا فيها كراسي. فانا بقول ممكن تكون زي كافيتيريا زي قاعدة كده بالليل اللي حابب يقعد فيها.
حتى هاني راح يستكشف المكان. بصوا بقى المنظر وانت ماشي كده، منظر يخض يخوف من كتر الضلمه اللي قدامك عشان البحر. طبعا انتوا عارفين كنت قلقانه قوي، حتى ماشيه خايفه. انا من الناس الجبانه يا جماعه اللي بخاف جدا جدا، فبصوا ماشيه مقلقه يعني. المنظر ده بقى كان عايز يتصور بالنهار، بس مع الاسف انا معرفتش ايه اصور لكم كتير يعني. ادي بقى هاني عمال يقرب قوي، بيقول لي تعالي نجيب كرسيين ونقعد في الحته دي. قلت اقعد فين؟ قال لي هنا كده. قلت لا والله ما اقعدش في المكان ده انا ابدا. يا بنتي تعالي. قلت له احسن يزقني في الميه ولا حاجه، خليني بعيد احسن. ما رضيتش اقعد معاه، قلت له لا انا هرجع. بص حتى سبته ومشيت. قلت له خليك مع نفسك، افرض عايز يغرقني ويخلص مني اقعد جنبه. لا قلت مش قاعده هنا، خلينا نقعد على الكراسي اللي قدام الناس دي. رجعنا بقى قعدنا شويه كده، كانت الليله جميله قوي والجو حلو ونسمه هوا كده جايه، وبصوا الاجواء رهيبه صراحه ما شاء الله. بصوا بقى حنان من كتر ما قعدت في حمام السباحه، احنا تاني يوم كده الصبح وخلاص مروحين. شايفين وشها يا حبيبتي عملت ازاي؟ فضلنا طول الليل نحط لها تلج عليه لانها قعدت فتره طويله قوي في حمام السباحه. وانا ما كنتش جايبه معايا اللي هو سان بلوك دوت، فمسكينه يعني مش هتحرق وعينيها ورمت وحالتها بقت صعبه خالص. فبدأنا نحط لها تلج عليه لعند ما نروح يعني البيت وكده. بصوا بقى روقنا الشاليه زي ما استلمناه، زي ما بنسلمه الحاجة نستلمها نظيفة نسلمها انضف مما استلمناها. احنا هنا بنقول لكم مع السلامة، احنا خلاص بقى كده ايه بنلم الحاجة ومروحين، بنشيل حاجتنا كده وخلاص. فكده خلاص انا بوريكم ان احنا شيلنا كل حاجتنا وروقنا الاوض، حتى مسحنا الحمامات مكاننا تاني، ما بنسيبش حاجة مكاننا مش نظيفة، لان احنا استلمناها نظيفة جدا فنسلمها زي ما استلمناها، ما نسيبش حاجه مش كويسه. انا هنا كنت حاطه حاجات في الدرج فقلت يمكن اكون نسيتها ورجعت تاني، بس لقيت لا الحمد لله ان انا شلت كل حاجه من مكانها يعني. هنا كانوا بدأوا الولاد ينزلوا الحاجات في العربيه. بصوا انا بوريكم الحمام نظيف ازاي ما شاء الله زي ما استلمناه، وكمان الحمام التاني شايفين اوضه الولاد كمان روقناها وظبطناها. هما بقى بيجوا يغيروا الفرش هما بقى براحتهم، احنا زي ما استلمناها بنسلمها لهم، يجوا بقى يغيروا الملايات، يحطوا ملايات جديدة، يظبطوا بقى الحاجات هما ايه زي ما هما عايزين يعني. بصوا ده منظر البلكونة بقى تطلع فيه كده، يا الله انا مش عارفة انا هسيب المكان ده وامشي ازاي. شايفين المنظر؟ انتوا متخيلين الوقت ده كده الساعة 8 الصبح، احنا هنسلم الشاليه الساعة 8 الصبح، يعني اخرك في الشاليه 9 بتكون مسلمه وقاعد في عربيتك بره. هو ده كده. فيستحسن اليوم اللي تستلم فيه الشاليه تروح بدري عشان ما تضيعش عليك اليوم، يعني الناس اللي بتروح تستلم العصر كده كده نفس اليوم اللي انت هتسلم فيها تسلم الساعة 9 الصبح. بصوا كمان المطبخ نظيف، روقنا لهم كل حاجة ورجعنا الحاجة زي ما كانت بالظبط زي ما استلمناها. حتى هم والله ما يجوا استلموا الشاليه يعني قالوا لنا متشكرين انتوا يعني سبتوا كل حاجة نظيفة زي ما استلمتوها صراحة. وكده خلاص بقى طلعنا نحط الحاجة في العربية، قاعدين الولاد مبسوطين، فخلاص بقى مروحين البيت بقى بالبيجامات زي ما احنا عشان نروح بقى ننام. بصوا عركت كل مره مين يركب ورا، فخلاص المره دي حنونه اتحايلت على هاني قالت له يا بابا عايزه اقعد ورا، قال لها خلاص ماشي، واخدنا محمود معانا قدام. قعدنا كده خلاص بقى بنودع المكان زي ما انتوا شايفين. ان شاء الله يبقى لنا نصيب ونرجع تاني في المكان الحلو ده، والناس الذوق جدا اللي بتتعاملوا معاهم يا جماعه، ناس في منتهى الذوق. وانا بعتذر لكم والله انا اسفه اني ما جبتش رقم تليفون يعني، بس سامحوني. نزلنا بقى في فايت جبنا فطار معانا عشان خاطر ما كناش فطرنا في الشاليه، صحينا بدري على طول روقنا الدنيا و وما فطرناش يعني. وكده خلاص بقى راجعين على البيت بالسلامه. بتمنى بقى فيديوهات البحر تكون عجبتكم والرحله بتاعتنا تكون خفيفه عليكم وما تكونوش زهقتوا مننا. بتمنى بقى ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مع السلامه.